الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوا فيه الفيديو ده. أنا في الأول هوريكوا إزاي بتكسبوا من الويب سايت ده وفي الآخر هوريكوا طريقة التسجيل. طيب هو الموقع بعد ما بتفتحه بيبقى بالطريقة دي. هنعمل سبين، كل شغلنا هيبقى على السبين دي، نضغط عليها هتظهر لنا الشاشة دي. طبعا هي مفيش اختلاف سواء عن كمبيوتر او عن تليفون، الاتنين واحد، بس باختلاف ان ده الشاشة بتاعته كبيرة شوية. بنعمل I'm not robot، دي لازم تعملوها وبتعملوا لفة. المفروض ان انتوا بتدخلوا تلفوها كل ساعة، تعملوا نفس الحركة I'm not انا مش روبوت بتلفوها. الباقي ألعاب فكوكوا منها، اللي ليه في الألعاب تمام، اللي ملهوش يبقى يفكوا منها وخلاص. طيب أهم حاجة هتظهر لكم، أنا عشان الحساب بتاعي قديم فمش ظاهرة الحتة دي. لو جيتوا عند الجرس ده برضه هيبقى ظاهر لكم جرس أو 3 شروط على الموبايل هتضغطوا عليه. هو هنا شكرا لتسجيلك يرجى التحقق من البريد الإلكتروني للحصول على 10 لفات دورات مجانية ومضاعفة مكافأتك الصنبور الخاصة بك لمدة يوم واحد. يعني انت هتعمل التحقق من البريد، تمام. لو هنضغط عليها ايه اللي هيظهر لكم؟ هيبعت لكم رسالة على الجيميل اللي انتم مسجلين بيه، وهتروحوا على جيميل هيضغط لكم اللينك، هيجي لكم لينك هتضغطوا على اللينك هيقول لك تم التأكد من او تم التحقق من البريد الإلكتروني. دي سهلة جدا. بتاخدوا الهدية بقى، الهدية بتبقى ايه؟ السبين دي بتلفوها 10 مرات، دي اول حاجة بتبقى متاحة ليكوا 10 مرات ان انتوا تلفوها. يعني هنا بيبقى مكتوب لكوا 10 لفات او 10 دورات، تمام. وبيبقى مكتوب هنا الحاجة كده في 2، يعني الرقم مضاعف. يعني لو جات لكوا على 100 ثواني، لو مثلا السهم جه على 100 يبقى هتاخدوا 200، لو السهم جه على 800 يبقى الضعف بتاعه 400 يبقى 800، وهكذا لحد ما تخلصوا الستة. طب لمدة يوم كامل الربح مضاعف ازاي؟ ان لمدة 24 ساعة من ساعة ما تعملوا التحقق. يعني مثلا لو احنا عملنا التحقق دلوقتي والوقت دلوقتي 5:51 يبقى بكرة 5:51 هتلاقوا التحقق أو هتلاقوا حتة المضاعفة بتاعة الربح خلصت. فكل ساعة بتدخلوا تعملوا تشيك على دي هتلاقوا الوقت هنا خلص، هو بدأ الوقت اوريدي اهو 57 دقيقة. هتعملوا ان انا مش روبوت وهتلفوها. طيب على السحب هنسحب ازاي؟ لازم يبقى عندكم محفظة إلكترونية. محفظة إلكترونية دي باينانس أو باير، بس أكتر حاجة اللي بيشتغل عليها في المنصات بتبقى باينانس. هعمل لكم فيديو ازاي تسجلوا على باينانس دلوقتي أو كمان شوية. لو هنيجي على المحفظة هنا محفظة، بنجيب عنوان عملة ال LTC. احنا مش بناخد العملة نفسها، احنا بناخد أجزاء منها اللي هو اسمها لاتوشي، ده المعنى بتاعها أو الاسم بتاعها. هنضغط العنوان، أنا أكتبها العنوان بتاعي كمية مثلا هي مش كاملة، ولكن هنعمل مثلا هوريكم بس الحد الأدنى كام، أو هي مكتوبة اوريدي هنا. الحد الأدنى هو الرقم ده، انتوا أكيد شايفينه اهو، ده الحد الأدنى للسحب. بيديكوا تقريبا $3 أو لأ ثواني، بيديكوا تقريبا $، لأن سحبت أول سحبة. فكل ما بتكتروا بقى عن المبلغ ده بتبدأوا إن انتوا تزيدوا تزيدوا تزيدوا. طيب في حاجات تانية أكتر بتزيدوا فيها من الانضمام، وإن انتوا تعملوا affiliate، اللي هو لو حد عنده مثلا 10 أشخاص أو 20 أو بيعرف يتكلم، يبقى اديله الفيديو ده فهمه كل حاجة ويتعالى على انضمام هنا، وبتاخد اللينك بتاعك
ده وبتديهوله وهو بيسجل منه وبتاخد نسبة عليه. طيب الدراسات الاستقصائية دي زي الاستطلاع اللي هو الجدران. لو خد الاستطلاع ده تايم ويل، هو بيطلب منكم ان انتوا تسجلوا برضو بنفس الجيميل وبنفس او تغيروا الباسورد عادي. ده بيبقى فيه هنا اوفرز وتاسكات. تاسك فيو تاسك مهمة بتعملوها وبتبقى سهلة بوقت. بعد ما بتعملوها بيضاف لكم حساب، بيضاف لكم نقاط، فالنقاط دي بتظهر لكم هنا. ثواني، فين الداشبورد؟ تظهر لكم هنا، والنقاط دي بتطلعوها برا للحساب نفسه. سهلة جدا. لو جينا مثلا على دي، طيب لا ثواني، هي المفروض send your username or email. طيب هي هنا المفروض ان انتوا بتعملوا مهمة، المهمة دي بتسجلوا في موقع طيب ركزوا فيها. اول حاجة ان انتوا بتدخلوا على الموقع ده لينك الويب سايت اللي هو عايزكم تدخلوا عليه. create an account، بتدخلوا تعملوا account، وبعد كده get 10 points to receive to، بتعملوا 200 نقطة من الإحالات، وبعد كده بتجيبوا سكرين شوت للبوينتس، للنقاط اللي انتوا عملتوها، و send your email أو username. تمام، هنا بتعملوا هنا اليوزر نيم أو تكتبوا اليوزر نيم أو والإيميل، وبتعملوا send سكرين شوت للبوينتس. لو جينا دخلنا على الموقع، طبعا أنا مش هنضم ليها ولكن تقدروا تنضموا ليها عادي. دي بتزود لكم بس أنا مش محتاجة لها. تعملوا create account، بتعملوا account جديد، تعملوا اشتراك، بتملوا بقى كل الحاجات دي، ولكن دي مش موضوعنا، دي حاجة زيادة. فاحنا هنرجع تاني للموقع بتاعنا. الموقع مش ظهر لكم، انا اسفة جدا. طيب بعتذر لكم لان الشاشة اسمرت وانا ما ركزتش فيها خالص خالص خالص. تمام، لما بتسجلوا على التايم ويل المفروض بتجيلكوا الصفحة كده. تمام، عذرا تظهر لكم بالشكل ده. المفروض ان انتوا بتعملوا نقاط، النقاط بتطلعوها برا توصل هنا، بس النقاط دي بطريقة مختلفة عن تاسكات. اي مثلا هنشوف ده، اي حاجة بيكون فيها ان انتوا مش روبوت، علشان يتأكد ان انتوا بني ادمين شيء ماسكة او هي اللي شغالة على الموقع، لانها بتحذر الروبوتات. طبعا الشاشة هتسمر دلوقتي قدامكم بس انا هوريكم اللي بيحصل. طيب هو المفروض دخل على ده، المفروض ان احنا نعمل حساب، وبعد الحساب المفروض نكسب تقريبا او حاجة، مش شفتها، ولكن زي ما قلت لكم. ثواني. طيب احنا المفروض نفضل موجودين في الموقع ده مدة معينة، المدة المعينة دي هوريها لكم تاني في الصفحة اللي كانت قبلها.
لو رجعنا تاني للصفحة، شركة علامة التبويب، احنا كده خدنا ال75 بوينت أو ال175 بوينت أهي، أهي، تمام، إن احنا شُفنا الموقع ده، تمام، آسفة تاني. طيب أنتم تقريبًا شايفينها، صح؟ هاعمل view تاني ليها، طبعًا ده برضه برنامج بيكسّب، المفروض إن إحنا بنفضل مستنيين شوية، الشاشة اسودت عندكم بس أنا هاوريها لكم الموقع أهو، هو ده الموقع بنفضل فيه شوية view website، هنرجع تاني، لو أنتم سمعتوا الصوت المفروض إن هو ده خد كوينات، رجعنا تاني جاب لنا موقع تاني والكوينات زادت، وهكذا وهكذا بتخلصوا ده كله. طيب احنا خلاص وصلنا للنقطة دي وعايزين نطلع الكوينات او البوينت دي بره، هنعمل ايه؟ تعالوا كده نشوفها setting history withdraw، تعالوا الwithdraw، تمام. طيب انا دلوقتي المفروض ان انا هطلع النقاط دي بره، ولكن هو قال لي تحقق من البريد بتاعك، فأنا دلوقتي الشاشة هتبقى سمرا قدامكم، هتحقق من البريد بتاعي وهوريكم حالا. خلي بالكم الشاشة دلوقتي هتبقى سمرا علشان تبقوا مركزين في كل حاجة بتحصل. طيب حاجة زي دي مثلا لو جاتلكوا هتعملوا ايه؟ بكل بساطة جدا هتدخلوا على الجيميل هتلاقوا رسالة، الرسالة هتضغطوا عليها، هي بيكون فيها بوت التفعيل أو التفعيل اللي هم عايزينه، فمفيش حاجة صعبة ما تقلقوش منها يعني. مفيش حاجة جات لي، أنا دخلت على الجيميل ونسيت أصلا إن هم يبعتولي. طيب تمام، المفروض إن الإيميل دلوقتي اتبعتلي، تمام الإيميل فعلا اتبعت. مم، ده كده شكل الإيميل، هنضغط هنا، بصوا هي سهلة جدا، هو كليك هير بس. هوريكوا الصفحة التانية، طبعا هو ده على التليفون سهل جدا، ما تستصعبوش أي حاجة، بس لأ هو على الموبايل سهل جدا. طبعا الشاشة اسودت تاني ولكن مفيش مشكلة، هو بياخد وقت عبال ما يعمل التحقق بتاعه. طيب هو كده أكمل، هو كده أكمل البتاع،
بس مش عارفة هو جايب لي دي ليه صراحة، ولكن هشوفها يعني. ايوه تمام. هو المفروض ان انا اكتب كل البيانات دي وابعتها، يعني شفرة البريد دي عشان تبقوا حاجة عارفينها، ده الحساب البريدي بتاعكو او رقم الحساب البريدي بتاعكو. ايجيبت والله. وبتعملوا السنة بتاعتكو، الداي بتاعتكو يوم كام، والشهر كام. اللي هيسمع الفيديو هيبقى عارف انا منين، بس هنغيرها شوية. لا ما ينفعش نغيرها علشان الرقم البريدي يا شباب مش موجودة. بجد شرقية مش موجودة. طيب طالما مش موجودة هنعمل القاهرة، بس لازم يبقى الحساب البريدي القاهرة. مش هغيروها بقى او ما تغيروهاش، بس هي بتبقى مفيدة ليكم. بعد كده هنعمل يقدم. طيب هو انا مش متأكدة منه فيه ايه، ولكن يعني هعرضها لكم تاني. ثواني هنشوف التكست دي. طيب تمام، هو هنا بيقول لقد حصلت للتو، بعد كده قد حصلت للتو. دي المشاهدات اللي انا شاهدتها، ملهاش علاقة خالص. هنروح اللي ينسحب تاني نشوفها فتحت ولا لأ. طيب احنا هنرجع للأساسي بتاعنا اللي هو ده، يعني قلت لكم تاني اللي هو ده. هنعمل تحميل تاني نشوفه عمل ايه. احنا ملناش دعوة بقى بالحتة دي، احنا لينا درو شوفها. طيب يا شباب، ده اللي انا كنت بتكلم عليه. النقاط هنا بقت صفر، النقاط هنا بقت صفر، واتضافت بره للحساب ده. هنطلع تاني، هو طبعا مش هتعرفوا تشوفوها جامد عشان الحساب كله ارقام، فمش مش واضحة يعني، بس طلعت هي طلعت بره للبرنامج او الويب سايت الاساسي. هنرجع بقى تاني للويب هنا مكان ما كنا موجودين هنا، ونطلع. طبعا اكيد لاحظتوها لان ما كانتش الارقام دي موجودة، كان في واحد. هو ده الموقع. طيب هنعمل تسجيل خروج. تمام، هنعمل ايه؟ تسجيل خروج، ووريكم بندخل ازاي. طبعا دي حركة غريبة قوي، مش عارفة تعرفوا ايه، ومش عارفة اصلا عملتها ازاي، بس قشطة يعني. اللينك لما بيجيلكوا، تمام، بيجيلكوا اول مرة وبيظهر قدامكم، بيظهر لكم الصفحة دي بكل بساطة جدا. هتكتبوا الاسم، مثلا انا اسمي اسماء عبد اللطيف، فهكتب اسماء او هكتب اسماء 1 2 على حسب، او اسماء عبد اللطيف. بعد كده عنوان البريد الالكتروني، لو في ناس
عندها عندها اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو في ناس عندها مش عندها غير حساب إلكتروني واحد وبرايفت مثلا، لا اعملوا حساب تاني أو حسابين بحيث إن يبقى عندكوا أكتر من حساب استبن ما بتسجلوش بيه على أي حاجة، يبقى خاص بأي موقع، والبرايفت سايبينه. تمام، هتكتبوا كلمة مرور وهتعيدوا كلمة المرور. يعني مثلا لازم شرط هوريها لكم، شرط إن كلمة المرور تبقى حرف كابيتال ايه كابيتال مثلا، والباقي سمول. تمام، بلاش النقط دي، والباقي سمول. طبعا انا كاتبه اي حاجه وحروف ارقام. لو عرفنا نكتب حروف تمام، ما عرفناش قشطه، بس هو ده الباسورد، ونفس اللي كتبتوه هنا تكتبوه هنا، وتفعلوا الكباتشة وتعملوا انشاء حساب، وبس كده الحساب يبقى خلص، وكده الشرح كمان يبقى خلص. الويب سايت لذيذ جدا وهتعرفوا تسحبوا منه، وهعمل لكم فيديو دلوقتي ازاي تعملوا اكونت على باينانس وتفعلوه. اللي وصل للشرح للآخر اتمنى تكون استفدت، ولو لسه جديد في التليجرام تعمل لنا اشتراك ولايك على الفيديو، واللي بيتابع معايا على التليجرام اتمنى برضو تكون استفدت. اشوفكم في فيديو تاني.